الحج به فلسفة من أروع ما يكون. أول هذه الأشياء احنا ما عرفناها وحد وإلا الله عز وجل وضع به أهداف رائعة احنا ما متنبهين لها الأهداف. يعني مثلا على سبيل المثال، انت وين تقدر تلقى مؤتمر عام مثل هذا المؤتمر؟ تدش قد الدول الآن تبذل أموال طائلة وتقدم تذاكر سفر وتقدم ضيافة وتضع تسهيلات حتى تجمع لها فد 200 واحد، بينما انت ملاحظ هالملايين هاي اللي تيجي طوعا وتخسر أموال وتلتقي. تعرف هذا موسم من أروع المواسم لتبادل الآراء، أن الله عز وجل وضع في الكعبة هذا الهدف، هدف توحيد المسلمين. ذاك التمزق اللي كان سائد بالمنطقة، اجى النبي ذوب تحت لواء لا إله إلا الله،